رغم قلة ظهوره يعتبر أكبر الباكر من أكبر الشخصيات كفاءة وتأثيرا في قطر والخليج العربي بشكل عام. فمن يكون هذا الشخص الغامض والقليل الظهور؟ ولد أكبر الباكر سنة 1962 في العاصمة القطرية الدوحة، وعكس ما يعتقده الكثيرون فأكبر الباكر ليس مولودا لأبوين قطريين بل ابن بالتبني، وتعود أصول والديه للهند وإيران. تكوينه ومساره الدراسي ليس عاليا كما يعتقد الكثيرون، فالرجل حاصل فقط على البكالوريوس في التجارة والاقتصاد. رغم تكوينه الأكاديمي المتواضع إلا أن هذا الرجل معروفا بذكائه الخارق وكاريزما لا نظير لها. شغل الباكر العديد من الوظائف البارزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث انتخبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا في أغسطس آب 2017 لرئاسة مجلس المحافظين، كما عمل في هيئة الطيران المدني قبل تسلمه منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية سنة 1997، ويعتبر الأب الروحي للخطوط الجوية القطرية. وفي عهده حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لسنة 2017 من سكاي تراكس، وذلك للمرة الرابعة في تاريخها. فمن شركة طيران تسير 4 طائرات إلى وجهات قريبة، أصبحت الخطوط الجوية القطرية تسير أسطولا حديثا مكونا من 158 طائرة إلى أكثر من 146 وجهة في 6 قارات. ويعتبر هذا الرجل مثيرا للجدل، حيث سبق أن وصف المصريين بالأعداء بعد الحصار الذي شنته دول الخليج ومصر على قطر، حيث قال بلادي لن تعطي تأشيرات فيزا للأعداء، في إشارة منه للمصريين. تعددت سقطات الباكر مسبقا، حيث سبق أن أدلى بتصريح في يونيو 2018 أن الشركة القطرية لا يصلح لإدارتها سوى الرجال، قائلا بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل لأن منصب الإدارة شديد التحديات، قبل أن يسارع بتقديم اعتذار من القلب على حد وصفه. وقبل ذلك بعام اعتذر صراحة أيضا عن وصفه لمضيفات الطائرة الأمريكية بأنهن جدات، وأن متوسط العمر في طاقم شركته يبلغ حوالي 26 عاما، والتي اعتبرت تصريحات مسيئة من حيث التمييز على أساس الجنس والفئة العمرية. تقدر ثروة هذا الرجل بحوالي $1.1 مليار.